هاي عاتية. يتواصل لقائنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. لازلنا معكم في هذه اللقاءات المباشرة والمواكبة لفعاليات الدورة السادسة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية. نعود نرحب بالدكتور يوسف الحمدان الناقد والمخرج المسرحي البحريني. دكتور يوسف الحمدان اهلا وسهلا. يا مرحبا، اهلا وسهلا استاذ سماح. انا ترى وايد يعني استمتع فيك كثير. انا انت اكثر واحد عملت معي لقاءات ربما في المهرجانات وخارج تونس حتى، يعني وانت طبعا ما شاء الله عليك يعني نحله رائعه اعلاميه جميله يعني في طاقتك ما شاء الله عليك. شكرا جزيلا. نستقبلوا معنا ايضا دكتور يوسف مبدعين من تونس حياهم الله خارج حدود الوطن، يعني فيهم وفيهم خلينا نقول ويعطونا فكره على العمل هذا اللي هم قدموه في اطار العروض اللي هي خارج المسابقه. عرض بعنوان المغسله وقدم طبعا العرض يعني اكثر تفاصيل مخرج هذا العمل نبيل بنسة. اهلا وسهلا مرحبا بك، نورتنا نبيل. يعيشك اهلا وسهلا. كيلو اونور جو سي معناتها نبدا معاكم راديو معروفه حتى في اوروبا. شكرا. نورتنا نبيل ونرحب كذلك بجميل شكران، هو ممثل في هذا العمل في المغسله. مرحبا جميل. اهلا وسهلا بك. مرحبا. خليني نعرف رايكم في هذه الدوره، اهميه مشاركتكم فيها جميل. والله نشكر إدارة المهرجان على تنظيم المقدم كالعادة، ويمكن حتى أحسن من حسن إلى أحسن. وأنا كان من فلسطين نشكر قانون الجدران مع والله هيك علاش كنت معناها هذه مشاركتي الثالثة معاهم في مسرحية. ما عادش كان نبدا نحكي. نعم خلينا ليش نحكي بعد على دورك، لكن خلينا يعطينا فكره نبيل على رايه في الايام، وفي نفس الوقت يعطينا فكره على هذه المجموعه والشركه او الكيلو اللي تشتغلوا فيها اللي هي في فرنسا. نعم. ديجا بون هكا العاده ليفينمون هذايا نستهدفوه كل عام بفرق كبير، لانه هو بلاتفورم كبيره نلقوا فيها علاقات على التياتر والمسرح الانترناسيونال، يبدا من افريقيا مكسيكو روس، دي رونديفو معناتها وي ولوجيستيك والامبورتونس نتاعو والريونمون نتاعو في العالم devient de plus en plus معناتها وي. دونك جي تي سي ايفينمون انكونتورنابل في لي رونديفو انترناسيونال. نعم، حبيت فقط نفتح قوس ونذكر انه يوم 29 يوم اختتام ايام قرطاج المسرحيه هو يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الباسل من اجل الدفاع عن ارضه والمكافح دائما والمناضل، واللي هو يقدم فيه دروس للعالم اجمع في النضال وفي الكفاح من اجل انه يتمتع بحقه في الحياة أولا، وحقه في أرضه، وحقه في أنه كذلك يقدم مسرح ويقدم سينما ويقدم شعر مثله مثل أي مواطن عربي في أي مكان، مثل أي إنسان في العالم. هكذا ولا نبيل. نعم. والكوز هذه أنا نحس أنه نعدي برشا وقت في أوروبا de plus en plus des opinions معناتها عندهم احساس كبير في الانسايرات دي، beaucoup de manifestations, beaucoup de tout le monde est devenu palestinien aujourd'hui sur la planète. جميل. يقول نبيل انه برشا حركات احتجاجيه دكتور يوسف في فرنسا مسانده للشعب الفلسطيني، وكذلك قال الناس الكل ولاو فلسطينيين يعني وهذا لا طبعا اكيد نقطه تطور في القضيه. لا اكيد احنا من بدات المساله في حتى احنا عندنا بالبحرين عندنا وقفات تضامنيه يعني واحتجاجيه ايضا. عندنا في البحرين تقريبا كل جمعه تقريبا هناك يعني وقفات احتجاجيه طبعا. وانا احيي المهرجان لاستضافه عرض مسرحيه ريش الفلسطينيه
هذه في حد ذاته يعني يلعب دور ايضا. فلسطين حاضره بنضالها، حاضره بابداعها، حاضره بمثقفيها، حاضره برؤاها التي تروم على رغم كل الظروف، ولكن تظل هذه البلد بلد من بلدان الابداع المهمه، من بلد محمود درويش، بلد سميح القاسم، بلد قسان كنفاني، بلد هؤلاء الذين ناضلوا بادبهم وبثقافتهم. يعني لا يمكن ان تكون فلسطين على هامش قضايانا او على هامش حياتنا اليوميه. بالعكس انا احيي المهرجان لاختيار عرض ريش للمخرجه شادن ابو لبن في تونس ومشاركتها بالمهرجان. تكون معنا اللقاء جميل جميل نتحدثوا معها، وطبعا كنا اكيد مع القضيه الفلسطينيه بلا شك، مش يوم فقط يعني. لا طبعا لا هو هذا يوم وفعل مصيري، فعل مصيري من كل الشعوب يعني. فعلا جميل. والله أنا قبيله شوية كنت نشوف الفيديو عن في وسائل التواصل الاجتماعي كيفاش غالطين في القيام تاعهم في غزة، الناس غالطين ما عندهمش أبسط وسائل العيش، أبسط وسائل البشري الإنسان الواقع تخليه توفر من الكرامة. نعم أبسط الحاجات الاحتياجات هذه مش متوفرة. أنا يمكن كان الحرب تهو أحسن توا حالة مأساوية. ربنا لنا في العرب معناها نحن نضعف بين ظفرين بالمسرح وبالغناء وبالنضال وبالاحتجاجات وبالكورة وبالتحليل بتاع الكورة والمشاهدين الجماهير الكورة أكثر حتى من الفنانين والمسرحيين. هم أكثر فيزيبيليتي، أكثر الناس تشوفهم، أكثر عندهم سبيكتاكل بفوز معناها اللي هو اللي يتقال بالعربي اللي يعملوا على فرجوي كبير، على فرجوي على الاستاذ يتحدث ياخذ الكل. كورة طور رياضة أكثر وبيبيع من الثقافة. Ça a changé ça. ورغم هذا الموضوع أنا نشوف اللي هي معناها مادام عندي كلمة نقدر نقول المسؤولية العباد اللي ديسيدور، العباد اللي عندها المسؤولية اللي شاد منصب معناها رئيس ولا وزير ولا حتى رئيس مدير عام شركة عنده منصب باش يناضل معناها فعليا انه يقطع مادة معينة ولا يقاطع مادة معينة ولا يعاون الناس انه يوصلوا مساعدات ولا يعاون كلمة في وسط برلمان ولا في وسط هذا المنصب. ولكن ما يدخلش اللي ما عاد عنده وقت ياخذ ولا انا لو حاولت نحن كممثلين ولا فنانين نجم نحاولوا بطريقتنا الفنيه ان نحكيو في مسرحيه ولا نحكيو في انترفيو ولا نحاولوا بتعبيره فنيه، خاطر ذيك ما باليد حيله، ما عندناش حاجه اخرى نعبروا بها. اما هو كمسؤول ما ينجمش من بعد يقول راني حاولت. هذه عنده فرصه اخيره للمسؤولين الكل وحتى رئيسنا نحن قيس سعيد ورؤساء البلدان.